السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بحضراتكم في مطبخ اكلة هنية على كيفك. النهاردة ان شاء الله هنشوف مع بعض طريقة تقطيع وسلق الكرنب بطريقة سهلة وبسيطة جدا. حماتي ربنا يبارك فيها ويديها الصحة بتعملها بطريقة جميلة ومختلفة عن اي طريقة حضراتكم شفتوها. هنشوف مع بعض ازاي بتعمل الكرنب بتسلقها وهي سليمة. تعالوا نشوف مع بعض هتعملها ازاي دلوقتي. بسم الله. اول حاجه زي ما حضراتكم شايفين كده بتاخد الجزء اللي فوق من الكرنبه اهو. هي انا لما شفتها فقلت لازم تتصور ونفيد حضراتكم. بتعملها بطريقه منتهى السهوله، بالذات كمان البنات اللي لسه متجوزين جديد. بصوا حضراتكم، بصوا طلعت ايه الجزء ده كله اللي هو زي القلب بتاع الكرنبه. جوفتها كده من غير ما تقعد تقطعها حتت صغيره وبعدين تسلقها، او تسلقها وهي ورق كبير وبعدين تقطعها. لا، تعملها بطريقه جميله قوي مره واحده، بتسهل علينا كتير زي ما حضراتكم شايفين كده. بصوا التجويفه، تسلم ايديكي وربنا يديك الصحه والعمر يا رب. هناخدها بقى دلوقتي على البوتاجاز ونشوف هنسلقها ازاي مع بعض. بصوا حضراتكم، هنا في ميه على النار بتغلي، ميه على النار بتغلي، حطينا فيها ملح وكمون. ملح وكمون. بصوا حضراتكم، حماتي هنا حطت الكرنبه على الوش اللي فيه التجويفه، مش على الظهر، الوش اللي جوفناه زي ما حضراتكم شايفين كده اهي. هنستنى عليها دقيقتين تاخد بس التسويه من تحت وبعدين نقلبها. بصوا حضراتكم هنا اهي خلاص من تحت استوت اهي. ابتدت تقلبها بقى على الناحيه التانية، منتهى البساطه والسهوله. اتقلبت معاها، تضغط عليها كده ضغطه بس عشان تنزل الكرنبه لتحت وكل الورق اللي جوه يستوي. ما اخدتش على فكره ثواني اهي. تمام، هنسيبها برضو دقيقتين كده لغايه ما الورق بتاعنا يستوي وما يهرهوش يا جماعه. تسويه برضو هنا مهمه قوي عشان ما يتهريش معانا ونعرف نحشيه. بس هنسيبها دقيقتين زي ما قلت لحضراتكم، وهنطلعها مع بعض ونشوف التقطيع ازاي. بصوا حضراتكم خلاص هي كده اتسلقت وابتدت اهي بقى تطلع ورقه ورقه بمنتهى السهوله اهي. تطلع معاها سهله وبسيطه ومستويه وزي الفل. تمام، زي ما حضراتكم شايفين الميه مش بتغلي قوي، يعني الميه سخنه جامد بس مش لدرجه الغليان الشديد عشان ما تهريش معانا الورق. بنبتدي نطلع اهي الورق وبقيه الورق. تمام، هنا الكرنبه بتاعتي متوسطه، فالحله حقيقي واخداها معلقه خشب او حاجه علشان تساعد معاها. قلبتها تاني الناحيه التانية عشان تتاكد من السوا تمام من جوه زي من بره. تضغط كده عليها. بصوا حضراتكم الورق عامل ازاي، مش مهري ولا حاجه، سوا ممتاز. خلاص هتاخد معانا دقيقتين بالظبط ونبتدي نطلعها ونشوف مع بعض هتقطعها لنا ازاي. بصوا حضراتكم خلاص احنا طلعنا الورق سليم زي ما هو اهو. بصوا بقى التقطيع بتشيل العرق اللي هو الناشف ده اهو، ده خلاص بيتشال ويترمي. بصوا بقى التقطيع هنا يعني اهي، لفت الورقه الكبيره كلها رول كده، وبعدين تقطيعه المناسبه على قد حجم الورق اللي حضراتكم عايزينه، سواء بقى كبير للي بيحب محشي الكرنب كبير او صغير بالشكل ده كده اهو. تسلم ايديك يا رب. بصوا السهوله يا جماعه بمنتهى السهوله. بصوا هنا كمان بقى كده ما خلصناش، فردت الورقه ازاي وبعد كده بتبتدي تقطع على الحجم اللي هي عايزاه وبايدها من غير سكينه ولا اي حاجه. مفيش اسهل من كده. الحته اللي حست ان هي ناشفه
مش عايزاها شالتها على جنب. نفس الكلام هنكرره هنا اهو. طبعا عشان يطلع كله متساوي قد بعضه وبتقطعه بايديها وتظبط المقاس اللي هي عايزاه بنفس الطريقه اهو. واحده كمان خلاص اهو. بصوا حضراتكم المقاس واحد ازاي، بالشكل ده كده مستوي سوا ممتاز ما شاء الله. لا هو ناشف ولا هو طري مهري، عشان لسه لما يستوى على النار ما يتريش معانا زي ما قلت، زي ما حضراتكم شايفين. هنكمل بقى بقية الورق بتاع المحشي بنفس الطريقة ونرجع نوريه لحضراتكم. ادي حضراتكم هنا حماتي قطعت الكرنب بنفس الطريقة اللي وريتها لكم. بصوا ما شاء الله كله حجم واحد. وهي قالت لي هنا معلومة ان هي حاطة اللي فيه لون اخضر فوق بعضه علشان ده هيتحشي في قاع الحلة، انما الناعم الابيض يتحط من فوق. الاخضر بيستحمل عن الابيض. بصوا حضراتكم المنظر جميل قد ايه. بتقطع كله تقطيعة واحدة بحجم واحد. السوا ممتاز جدا بمنتهى السهولة. الكرنباية كلها اتسلقت في 5 دقايق يعتبر، ما خدتش مننا وقت ولا جهد ابدا. ربنا يا رب يديها الصحة والعافية ويخليها لي. بشكرها شكرا جزيلا، الف شكر يا حبيبتي. نورتيني النهارده وتسلم ايديكي. يا رب الفيديو بتاعها يكون عجبكم النهارده وتشوفوا الطريقه السهله البسيطه اللي هي عملتها لكم تستفيدوا منها. لو عجب حضراتكم الفيديو ما تنسوناش لايك وشير وسبسكرايب للقناه. ان شاء الله هعمل لكم باذن الله خلطه المحشي وطريقه لف المحشي والتسويه. استنوني في فيديوهات جايه كتير باذن الله. شكرا لكم.